هنا بحط ميه عشان اعمل دور تاني في الغسال، لان كنت غسلت الدور الاولاني وقلت ايه يعني بصراحه يعني ما كنتش فاكره ان انا هصور، او مش حاطه في دماغي ان انا اصور. فاوريكم حال اغلب كل الستات. هنا بقى كنت خلصت إيه اول دور ماشي، و نعمل التاني، نعمل هنا الدور التاني، ونبدأ بايه، نبدأ بالابيض. طبعا انا كنت غسلته بس هرجع تاني اشطفه في الدور اللي هو ف... ونبدأ بقى هنا بالدور التاني الابيض. بحط مية هنا علشان نبدأ بيه، واحطه بقى يتشطف ونشوف هنعمل ايه بعد كده. تمام، خلوك بقى متابعين معايا الفيديو، لان هيبقى يعني روتين يومي لاغلب الستات المصرية زي كده. تعالوا بصوا انا ده اللي هنحطه في الدور التاني، يعني مسحوق ايا كان بقى بتغسلي بايه هتحط فيه. فطبعا هتشوفي كل واحد على حسب ما بيغسل بايه هو هيحط. فهنا هنحط يعني حبة صغار، لان هو اقل حاجة منه بتقضي الغرض، يعني هو بحافظ على الالوان وبطهر ونضف وكويس. معاه كمان الكلور الابيض. استنوا بقى عشان اقول لكم حاجه، وطبعا ما ننساش المسحوق بتاعنا ماشي. ربنا يستر والتليفون ما يقعش في الميه زي قبل كده، لان يعني انا كنت بخاف ان انا اصور وانا بغسل عشان التليفون بيقوم واقع مني. حصلت معايا يعني مره قبل كده، نزل يستحمى طلع ما شاء الله ما رجعش تاني. يعني هو رجع بس طبعا بغص على كده وما اشتغلش تاني. جيت اوديه يتصلح قالوا لي ما عادش نافع لان ملوش قطع غيار. وهنا الابيض بقى كنت نقعاهم فين، في كلور ماشي، كنت نقعاه في كلور. فهنرجعه بقى طبعا يتشطف ويتغسل من الكلور اللي كان فيه، وبعد كده نزهره وننشره. تمام، علشان كان لو في بقعة لو في حاجة كنت نقعهم في كلور. فهنا بقى نخلص بقى الدور ده، يعني تشطيف، هو ده تشطيف بس انا حبيت اوريكم انا بعمل ايه في الغسيل بتاعي، وحالي حال كل الستات او اغلب الستات المصرية. لان طبعا زي ما انتم عارفين ان زي ما شفتوا يعني على اليوتيوب اغلب الستات عندهم اوتوماتيك، وانا عندي اوتوماتيك بس بحب اشتغل في الصيف على الغسالة العادية او اللي هي الهاف دي. في الشتاء بقى نبقى نشغل الاوتوماتيك او ايا كان، او بمعنى اصح بقى الايام دي الله يعلم الناس عادت هتقدر على المساحيق ولا لا، ولا هترجع للعصر الطشت والغسيل على الايد، ولا ايه النظام بالظبط. فخليكم متابعين معايا الفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك واشتراك للقناه وكومنت حلو كده زيكم وتذكروا الله وتصلوا على النبي فيه. تمام، خليكم متابعين معايا الفيديو. بعد ده ما طلع هو والابيض نحط بقى اللي بعدهم دول ماشي، ونحطهم زي ما قلت لكم. ده حال اغلب الستات المصريه. تمام، خليكم بقى معايا متابعين علشان نشوف هنعمل ايه للغدا. هنا غسلنا الرز، وخليكم معايا برضو هتشوفوا انا هعمله بالبصل ماشي، اللي هو البصل المكرمل يعني او الرز البني. وهنا استخدم ده بقى هحشيه او هتبله ماشي، ونرجع معاكم تاني ساعة ما اجي اقليه. هعمل التتبيلة وارجع لكم تاني، بس خليكم معايا ما تروحوش اي حتة تانية ماشي. بقى في كمية بصل مش هستعملها كلها، هاخد حبة للرز واخلي حبة علشان التتبيل. وهنا بقى هنا
فلفل وطماطم وحبة البصل اللي كانوا باقيين من الرز، وهنا ايه التوم. تمام. هنحط ايه لان الفصوص كبيرة. وهنا البصلة قلنا ايه اقلبها بس عشان ما تتحرقش مني. ولادي بره بالشكل على الريموت بتاع التلفزيون. وده كان شكل الخلطة اهو او التتبيلة. وانا زي ما شايفين بقى ملح وفلفل وكمون وبس كده، يعني مش هنكتر توابل كتير ولان السمك يعني كفاية هو. وبالمناسبة انا من عشاق السمك يعني. وهنا كانت البصلة يعتبر وصلت ايه زي ما احنا ايه عايزين اللون ده بالظبط. نحط بقى ايه ننزل عليها بالمية كده ونسيبها ايه تغلي، علشان اما تغلي طبعا هتزرد اللون او يعني ايه تفرز اللون اللي هو البني اللي احنا عايزينه. هو بيتهيألكوا ان ايه البصله اتحرقت، بس هي هتخلي الميه لونها بني. إيه هو ده اللي بيعمل الايه البصل الرز المكرمل. يعني بدل ما نكرمل سكر وكلام من ده، لان احنا مش واخدين على طعم الحلو مع الحادق يعني إيه حاجات كده كتير في بعضها. المهم ركزوا معايا في الفيديو وخلاص. تعالوا بقى ايه نتبل السمك. نتبل السمك بالايه بالتتبيله دي والخلطه، ونشوف نسيبه شويه عما الميه تغلي ونبدا ايه نقليه. هشطفه من الحاجات دي لان هو كان متنضف على بيات، وهشطفه وارجع لكم تاني نتبله مع بعض. عملت باقي شويه خلطه ممكن يتحطوا على السلطه، يتحطوا يعني تتبيله للسلطه لاي حاجه طعمها رهيب يعني. وهنا بقى خلاص ايه تبلت انا السردين وهقليه، يعني هقليه بس بدقيق وزيت والكلام ده بس. مش هعمل انا مربى او يعني ايه خلطه من اللي هي بتبقى ميه ودقيق وكلام من ده، لا هعمله بس بالدقيق ناشف وخلاص. تعالوا بقى اما نشوف الميه والرز غلت، بتاعه الرز غلت ولا لسه. نشوفوا غلت. فهي دي بقى ايه الميه اللي انا عايزاها علشان تخلي لون الرز بني كده زي الرز المكرمل بالظبط. هنحطه بقى ايه ونقلبه علشان كله يبقى ايه نفس اللون. بصوا هنا انا حطيت معلقه زبده، حطيت معلقه زبده لان ما حطيتهاش في اول ما كنت بعمل البصل عشان تفضل ريحتها وطعمها في الايه في الرز، لان لو حطيتها في الاول برضه بيقلل من طعمها ويقلل من ريحتها في الاكل. لان طبعا زيها زي اي حاجه يعني الريحه زي ما بنقول كده على الايه على التوابل او على الحاجه التانية الاعشاب اللي فيها زيوت طيار دي برضو فيها ايه حاجه بتطير منها كده ريحتها ما بتبقاش ثابته. فقلت احطها في الاخر عشان تفضل ريحتها في طعم الاكل عليه. ونسيبه بقى مع نفسه وبعد كده نعمل اللهم صل على سيدنا محمد. نعمل السمك نعمله نجيب الدقيق ونعمله. وهنا بقى ايه دقيق على ايه على معلقه نشا. تمام. ده نشا ودقيق ونحط له بقى برضو ملح وفلفل وكمون وكده ايه تمام. ونقلبهم كده ايه في بعض على رأي ايه قلب 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 لعند ما ايه يبقوا كلهم ايه يتجانسوا مع بعض. ونقلب السمك فيهم ونحطه فين في الزيت. انا حاطه الزيت بقى يسخن عما ايه اعمل الموضوع ده. تعالوا بقى نشوف شكل الرز عامل ايه. بسم الله. شكل الرز 100%. دينا وطينا عليه النار خالص او هديناه خلينا النار هاديه وايه نسيبه يتردد وبعد كده نشوف ايه هنعمل ايه. وهنا الزيت اهو كنت حاطاه يسخن. اجيب السمك بقى واحطه فيه كده. السمك
وزي ما قلت لكم كان السمك ده كان متنضف على بيات، لان كان عندنا السوق. ماشي. قال قولوا لي كده بالمناسبه، يعني ايه اخبار السوق عندكم ايه؟ كل واحد كده يعني يا ريت تعلقوا لي كده وتقولوا لي كل واحد السوق في بلده اخباره ايه واخبار الاسعار ايه. يعني انا ايه، يعني انا واحده من الناس بمشي اكلم نفسي في السوق، مش هقول لكم الناس، لا انا من ضمن الناس اللي بيمشي يكلموا نفسهم في السوق من الاسعار. إيه الاسعار غاليه وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. ف يعني يا ريت كل واحد كده يقول لي اخبار السوق في بلده ايه او اسعار السوق في بلده ايه، وقولوا لي تحب اصور لكم في السوق ولا لا. بس يعني لو قلتوا لي صوروا لي في السوق شجعوني، لان بصراحه الموضوع ده محرج بالنسبه لي، او انا لان اصلا انا بتكسف اطلع او اظهر بوشي في الكاميرا، يبقى بتكسف اصلا برضو ان انا اصور بره البيت. فيا ريت حد يشجعني كده ويقول لي ايه صوري ويحط لي لايكات كتير عشان يشجعني وعشان اقدر اشتغل ايه صفة الاحراج دي مني خالص. ماشي. تعالوا بقى اما نقلي السمك. بسم الله. ونحط ايه السمك. انا اشتغلته من على النار علشان ايه الزيت حامي، فعشان ما يحرقش السمك، فقلت ايه اشتغل علشان إيه اما يبرد كده او السمك ياخد صدمة الزيت السخن، وبعد كده احطه تاني على النار. ماشي. شوفوا بقى. بسم الله. انا بنفض السمكه كده زي ما الجماعه اللي بيحطوا الميك اب بينفضوا الفرشه او الحاجه من دي من البودر اللي فيها، او انا برضو بنفضها من الدقيق علشان ايه بسم الله. والبنات اللي هي بتبقى تحدف وتجري، من ضمنهم بنتي على فكره، بتبقى ترمي كده بتخاف من الزيت. لا بالراحه عشان ما يعملش ايديكوا وايه وما تتحرقوش. شو حسيت بقى ان الزيت بدأ يهدى، اقوم جايه موديه على النار علشان ايه يتقلي معانا. انا كنت شايلاه علشان ما يتحرقش. هجيب ازاي؟ هنا بقى انا ايه بالراحه كده، وممنوع التقليب في الساعه دي على ما ينشف كده وياخد وضعه. وانا طبخه متاخر علشان الجماعه اللي في الدروس يجوا يلاقوا الاكل ساخن، بس بصراحه انا اتاخرت عليهم فمعلش بقى. هنشوف بقى الغساله ونسيب السمك ونرجع له تاني كده. ثانيه واحده نطلع بقى الدور ده، ما عادش الا كمان دور او 2 نشطفه، والدور ده غاب علشان بس عما عملت السمك والكلام من ده، واطلع الدور ده واحط غيره، وكده يبقى خلصنا. يعني لو الاكل استوى او السمك اتقلى قبل ما نخلص هنقعد ناكل وبعد كده نبقى نكمل. ماشي. خليكم متابعين معايا. وهنا بقى كانت بنتي جت من الدرس وكانوا مستعجلين على الاكل، وحطينا وما كنتش عملت سلطه ولا اي حاجه. قالوا مش مهم هاتي هنقعد ناكل. قلت لهم خلاص نقعد ناكل، وبعد ما نخلص بقى بعد ما اخلص اكل ابقى اقوم اشوف اللي ورايا. هي قامت جايبه غرفه وقامت حاطه وقالت كفايه علينا كده ان انت عملت لنا الاكل ده. وبعد كده ظهر الصوت بقى بدون تكتب. اكل صوت هو بظهر الهدوم ميه بظهره ميه بظهر، واكيد كلنا عارفين الميه بظهر، بس ما اعرفش بقى. هتحط كده يعني هحطه كده. انتوا عايزين ايه